السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بخير. النهارده هقول لكم على افضل طريقة تربي كل انواع الطيور في مكان واحد وتوفري مساحة لو مش عندك مكان تربي فيه. طبعا الفيديو ده هيفيدك النهارده وهقول لك ازاي ان انت تربي كل انواع الطيور في مكان واحد بدون اي مشكلة. طبعا ايه الطيور اللي هتنفع تبقى مع بعض وايه اللي مش هينفع، بس ان شاء الله باذن الله الفيديو بتاع النهارده هوريكي الطيور دي لحد ما تتذبح كمان. هتتربى في مكان واحد. زي ما انتم شايفين انا معايا فراخ كتكوت بلدي وكتكوت هجين وكمان جميزة وبط بلدي ورومي وكمان فراخ كتكوت ابيض، وعندي كمان الكتكوت الساسو. كل المكان ده متربي في اوضه واحده في مكان واحد. ازاي ان انت تربيهم من غير اي خسائر ويطلعوا يعني في وشهم، يعني التربيه تبقى كويسه ومن غير اي خسائر، يعني ما يموتش منهم حاجه. تعالي وانا اقول لك بقى في الفيديو بتاع النهارده هعمل ايه عشان ان انا اقدر اربي الكميه دي كلها في مكان واحد. اول حاجه طبعا عندي الفراخ البيضه، الكتاكيت البيضه ما ينفعش ان هي تبقى مع حاجه كثيره الحركه. يعني الفراخ البلدي بطبيعتها بتتحرك كتير او شقيه شويه، فاحنا عندنا الفراخ البيضه بطبعها هادي، يعني بتحب انها قاعده في مكانها كده وتاكل براحتها وتتحرك براحتها. فاحنا هنحط مع الفراخ البيضه مع الكتكوت الابيض الكتكوت الساسو، لان الكتكوت الساسو برضه بيشيل اوزان وما بيتحركش كتير قد البلدي. زي ما انتم شايفين الكام كتكوت ساسو اللي محطوطين مع الكتاكيت البيضة محركينهم شوية، مخليهم ان هم يقدروا ان هم يقوموا ياكلوا. يبقى انا دلوقتي المكان كله موجود زي ما انتم شايفين مكان واحد، بس انا محجزة بس زي بقفص او اي حاجة عندك تقدري تعملي حاجز ما بين ده وده، عشان الفراخ البلدي او الكتكوت البلدي ما بتحركش، الابيض ما بتحركش كتير. البلدي اللي حركته كتيرة، فعشان ان هم مش يبهدلوا العلف عند الفراخ عند الكتكوت الابيض، لازم ان احنا نعزل ما بين الاتنين ما بين بعض زي ما انتم شايفين كده، يعني بحاجات بسيطة خالص. ايه بقى اللي في اليمة التانية ده؟ الكتكوت اللي هو البلدي والهجين والجميزة وكمان معاهم البط البلدي. هتربيه مع الكتكوت البلدي عادي لحد الذبح كمان. اهم حاجة النظافة في المكان، واهم حاجة ان الكتكوت البلدي ما يروحش يمة الابيض. يعني هم لما يكبروا شوية اكيد طبعا هيتحركوا ان هو ده يجي هنا او ده يجي هنا، بس طبعا زي ما انتم شايفين كده الساسو بيحرك الفراخ البيضة، بيخليهم ان هم ايه، يعني ايه، يتنشطوا شوية عشان ان هم ياكلوا كتير. انا طبعا شايلة من عندهم العلف زي ساعة كده، بجوعهم ببدأ ان انا احط لهم العلف تاني. طبعا زي ما قلت لكم اهم حاجه النظافه. هدني كل يومين ولا حاجه هنضف تحت الفراخ، ما اسيبش يعني فرشه على فرشه، احط فرشه على فرشه، لا، اشيل اللي تحتهم خالص وابدا ان انا افرش لهم نظيف. طبعا الكتكوت ده عمر 4 ايام بالظبط هو والسيسو. طبعا حجمهم فارق شويه عن البلدي، يعني البلدي اقل طبعا في الحجم. الحركة بتاعتهم بتبقى بسيطة جدا، لا مستحيل الكتكوت الساسو او الابيض يعدي هناك، طبعا البلدي اللي ممكن يعدي يجي هنا، بس كله في مكان واحد زي ما انتم شايفين. ما تخافيش خالص من النفس، اهم حاجة يجوا في اعمار واحدة. يعني ممكن تجيبي كل انواع الكتاكيت اللي انت عاوزاها، سواء بلدي او ابيض او ساسو، اي نوع انت حباه ممكن تجيبيه، بس في نفس اليوم اللي هتجيبي فيه الكتاكيت هتجيبي كل الانواع في يوم واحد، هتربيها في مكان واحد. وبعد يعني شويه هتبداي ان انت تعملي فيصل ما بين الاثنين، يعني مش شرط ان يبقى المساحه كبيره، على حسب الكميه. لو انت بتربي للبيت هتقدري ان انت تعملي في امتار بسيطه، يعني هتوفري على نفسك المساحه لو مش عندك مكان. بالنسبة للبط البلدي ينفع عادي مع الفراخ البلدي. يبقى الفيديو بتاعنا النهاردة سهل وبسيط خالص للي عاوزة تربي في مكان